صباح الخير. بدقيقة ونص جولاني امبارح عم يفتتح معرض الحرير وعم يحكي عن عائلة النويلاتي والنول يلي أنا بتشرف فيها. أنا ابن النويلاتي وابن هالمصلحة. حرد على كلامك بطريقة تجارية وفيديو مهذب، وبتمنى انه يكون له صدى. هلا بعرف انك حتسمعه. انا اسمي انا ابن النويلاتي. انت عم تقول لتجار الحرير والنول وكذا. طيب يا سيادة الجولاني، انت عم بتقول بدنا نرجع نعمر سوريا. طيب عديلك قرايبك اللي رب العالمين ابتلانا فيه وحط زرع محبته بقلب الست الوالدة ولزقنا اياه. مصادر الأراضي نحن، أنا كعائلة والدي أبي الله يرحمه وعالم كتير بتعرف، وفيك تسأل غرفة تجارة وغرفة صناعة. كان عندنا معمل تطريز من أكبر معامل سوريا من سنة 89. هذا معمل التطريز بالآبون، والآبون مهدمة وعديل سيادتك لاهط الأرض ويلي بيفتح بتمه بتولدان وبيعفطه مثل ما ساوى بأبو وسيم، وبيرفع عليه شكوى مثل المراهقين الأولاد الصغار وبيدكوا بالحبس. طيب انتم صادرين أراضي الآبون اللي كلها معامل. العالم ما بدها ترجع تعمر. طيب لقينا حل، الحل عديلك، قلعنا عديلك، جيب لنا زلمه راكز فهمان بني ادم لنرجع نعمر هالمعامل. لا ما بكفي مكانات التطريز سرقة بشار الأسد. خلينا نرجع نعمر هالمعمل ونجيب مكانات تطريز ونعمر. يعني انت جايب واحد بده يسرق لنا الارض وبتطلع بتقلنا ساعدونا بعمار البلد. لك يا اخي بلا عديلك، قيموا لعديلك، ما بدنا يعني. انا حاكيك بشغلة تانية. انت عم بتقول بدنا نوصل صوتنا الحرير تبعنا لكل دول العالم. بدها تشاركية، بدها غرفة تجارة مثل العالم والناس، بدها غرفة تجارة، غرفة صناعة مثل العالم والناس، تجار مثل العالم والناس. مو تجيب لي تجار جماعة حبيبه لحبيبنا الحرامي تلزقوا يجوا يعملوا معك حبيبي بدك تستثمر، بدك تعمر البلد، بتجيب تجار فهمانة، تجار بني آدمين، تجار بيفهموا بالاقتصاد، بيساعدوك بالعمل. مو تجيب لي تجار رفقات حمشوا ليجي ينصحوك شو بدك تساوي. بعدين مو تحط علينا هذا قتيبة عديلك القديم، تحطه عديلك مدي ابن حماك القديم تحطه فوق راسنا يسرق. بدك تعمر حبيبي، بدك تعمر هيك مثل ما هي شايفة. هي دولة اللي بتحترم شعبها. شفت المراوح، شفت الطرقات، شفت الناس، هيك تشاركية. اما لحالك بقمع راسك انت وجماعتك الاراضي تبعك اللي جبتهم زرعتهم بالشام. انت عم تقول اهل الشام، لك اقسم بالله طفشتوا اهل الشام. هلا عم نحكي جد، انا عم حكيك جد. اقسم بالله ولا واحد من اهل الشام بيحبك. يلي بيحبوك يلي بيقول لك انا بحبك مكولك. هلا مبسوط تحررنا، بكره بحس بالوجع، ما في مصاري، ما في ياكل، ما في يشرب لو مو قرايبينه برا. العالم بدها هداوة بال، بدها ترتاح، بدها تعمر، بدنا نشتغل على هالطرش اللي جايبه معك. يعني انت بتفوت على مطعم، انا نزلت على سوريا بشهر 12 فتت على مطعم 5 نجوم، قاعد جنبي واحد عم يلعب اصابع رجلي. ما هنحكي لا على المدن ولا على الطوائف ولا حنحكي بعنصرية. بس يعني جايب، يعني انت بتفكيرك انك طالعت العلوي بس جبت لنا طرش بهايم. انا ما عم بحكي عن المحافظات ولا عم بحكي، بس الطرش تبعات جبهة النصرة طرش بهايم بهايم يعني. بدك الشام تتعمر وتصير حلوة. بدك تجيب اولاد الشام يساعدوك بعمارة يا جولاني، مو تجيب بهايم تعمر لك البلد شان تصير سوريا رائدة بالعالم.